السلام عليكم ورحمة الله متابعين على قناتي صيانة معدات المخابز. معكم المهندس أيمن الجاكي، يحييكم. كل عام وانتم بخير، ورمضان والعيد وكل شيء مبارك عليكم إن شاء الله. طولنا من الفيديوهات لأسباب ضغط العمل. اليوم لقينا فضاوة، فعندي حراق ريالو. طبعا كلكم تعرف حراق ريالو للناس المبتدئين والناس اللي عندهم مخابز. فالحراق الريالو هذا بيشتكوا دائما منه. الكنترول بوكس غالي، سعره غالي الكنترول بوكس، والعين السحرية سعرها غالي وخرابهم كتير. فاليوم حنقوم نستبدل الكنترول بوكس هذا، حنركب كنترول بوكس عادي اللي هو الكنترول بوكس هذا. حنركب الكنترول بوكس هذا العادي على الحراق بدل ما ريالو. حنركب كنترول بوكس عادي من النوعية هذه. طبعا هذا النوعية بتجي في الحراقات العادية، ما في الحراقات الريالو. الريالو بيختلف، اللي هي هذه في البيرنر العادي. طيب، هشرح على السريع وبعدين نخش في التفاصيل. اول شيء انا قمت سحبت الكنترول بوكس والقاعده اللي راكب فيها، سحبتها برا. طبعا كانت راكبه في نفس المنطقه، كان راكب بالطريقه هذه. سحبت القاعده برا كامله، هذه الماسوره حق الديزل. هنا عملت فتحه للعين السحريه. العين السحريه طبعا كان اول هنا، عملنا فتحه للعين السحريه هنا عشان تدخل فوق العين السحريه العادي تعديل السيستم. اول عين سحريه القديمه كان بتجي هنا في المنطقه هذه، والماسوره حق الديزل بتجي في المنطقه هذه، الشراره بتجي في المنطقه هذه. فاحنا عدلنا دحين، جبنا العين السحريه، عملنا لها فتحه هنا، وفكينا القاعده اللي هنا، وفكينا الكنترول بوكس، وركبنا قاعده حق الكنترول بوكس في المنطقه هذه. وحطينا كمان اللهم صل على سيدنا محمد، حطينا كمان ركبنا ترانس، لانه هذا النظام بيجي ترانس داخل، بيجي ترانس داخل الكنترول. فانا ركبت ترانس هنا، ركبت هنا ترانس، وركبت كمان قاعده حقت الكنترول، قاعده الكنترول، وسحبت منه الاسلاك حق الشراره، دخلناهم لحد الشراره جوا عند الماسوره. والان حنوريكم كيف طريقه التركيب، طريقه التوصيل سهله وسريعه. حاشرح سريع وانفذ في نفس الوقت، فعشان الفيديو ما يكون طويل. طيب، اول شيء بحتاج طبعا هذا الترانس انا ركبته، طلعت منه الاسلاك حقته من هنا بعد ما ثبت القاعده. هذه سلكين حق الترانس. الان حنوريك كيف نشبكها. الخطوه الثانيه، هذا سلك حق الكهرباء، هذه الكهرباء الرئيسيه. طبعا الكهرباء الرئيسيه عندي هنا، لو لاحظتوا في الكنترول بوكس عندي الكهرباء الرئيسيه اللي هي 1 و2. كهرباء رئيسية 1 و2. أوصل الكهرباء الرئيسية ونرجع نكمل. طيب تمام، هنا ركبت الكهرباء الرئيسية اللي هم سلكين، ركبتهم في الواحد، 1 و2 اللي هم هذول، 1 و2 اللي هي 1 و2 حتقع هنا. أنا أسكر أقفل بالطريقة هذه. لو أنا أقفل كده بعدين الكنترول بوكس حيكون 1 و2 هنا. يعني انت دحين حتشتغل معي، حتبدا هنا 1 2 3 4 5 لين انت، وحتى هنا مكتوبه، ممكن لو مبينه معاكم نشوف 1 2 3 4 لو الفيديو واضح، 5 6 7 8 بالطريقه هذه. طيب، في شغله ثانيه مهمه جدا 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 جدا، اهم شغله هي الكوبري. بعمل هذا الكوبري، بعمل كوبري من 3، هي 1 2 رقم 3، بعمل كوبري من رقم 3 لحد رقم 8. لازم اعمل كوبري من 3 ل 8. اذا ما عملت كوبري من 3 ل 8 معناه الشغل ده كله حيكون ما مظبوط. خلاص، الان ركبنا الكهرباء الرئيسيه 1 2. الان حنركب الكهرباء حقت الترانس. طيب، الترانس وين موجود عندي؟ خليكم متابعين معي. الترانس وين موجود عندي؟ في اللوحه، هذه اللوحه. هذا الترانس اللي هو عليه حرف الزيت، هذا اللي عليه حرف الزيت، هذا هو الترانس. نطلع على الخط مباشرة، نشوف وين الترانس راكب على كم؟ راكب على 6. خلاص، الترانس معنا حيركب على كم؟ على 6 هذه. طيب، 1 يعني. الشيء الثاني المهم، أنا من ركبتها 1، الكيبل في 1 وفي 2. هذا 2 لو لاحظت، هذا 2 عشان أشوف فيه كوبري. هذا 2 فيه كوبري، 2 فيه كوبري من هنا لحد الأسلاك اللي هنا أو المسامير اللي هنا.
يعني صارت الكهرباء من هنا واصله لحد المسامير هذه، يعني صارت المسامير هذه كلها مقسمه، يعني صار الخط الازرق مقسوم على كم؟ على واحد اثنين ثلاثه اربعه، كلها هذا الخط هذا كله صار مقسوم على الخط الازرق، عامل كونكت هنا. شايف لو لاحظت هنا تصوير لو نظيف، هذه في المنطقه هذه، هذا وشوف من هنا جايه واصله مع هنا، يعني معناه لما نركب الخط الازرق هنا صار هذا كله خط واحد، يعني اذا هذا سالب وهذا موجب هذا كله صار موجب، ولو هذا حار وهذا بارد هذا صار كله بارد. تمام. الان نركب اسلاك الترنس. قلنا في كم؟ قلنا في رقم 6. واحد حيكون في رقم 6 والثاني حيكون راكب وين؟ الثاني حيكون راكب في الاسلاك اللي تحت اللي هي موصله مع شنو؟ مع الخط الازرق اللي هو مثلا السالب او الموجب، هذا حيكون خط واحد. وضحت الرؤيه؟ نوصل ونرجع. طيب كده تمام خلاص. وصلنا واحد خط هنا اللي هو قلنا هذا حيكون كله خط واحد، وصلنا خط كهرباء هنا اللي هو طبعا الازرق ده مقسم خط كهرباء هنا، والخط الثاني وصلناه في كم؟ وصلناه في 6. هذا حق ايش؟ هذا حق الترانس، معناها الترانس حيتوصل في 6 وحيكون معك خط من الخط الارضي او الخط الكهرباء اللي جاي هنا. تمام. هنشوف الخط الثاني، الخطوه الثانيه حنعملها، حنوصل الموتور. هوصل الموتور. لاحظنا هنا الموتور، وين الموتور هنا؟ الموتور في الكنترول بوكس اللي هو هذا اللي عليه حرف الام، هذا اللي عليه حرف الام، هذا موتور. الموتور نشوف الخط وين رايح، الخط رايح لحد وين؟ لحد 3. هوصل وين؟ في 3. 3 هنا وين؟ احنا قلنا 1 2 3، هوصل 3 هنا، خط في 3، والخط الثاني حيكون شنو؟ جاي معاه الخط الكهرباء الرئيسية اللي هو ماسك كل الخط حيكون واحد. نوصل ونرجع. الآن كده خلصنا. هذا الموتور، هذا اسلاك الموتور، هذا الأحمر وصلنا واحد، خط في 3، والخط الثاني اديناه من الكهرباء الرئيسية اللي جاي هنا اللي هي جاي من الأزرق. كده أعتقد إنه الشغل واضح. الآن حنوصل إيش تاني؟ الآن حنوصل الترانس حق الطرمبة اللي هي الطرمبة. هنوصل الآن الطرمبة. الطرمبة وين؟ الطرمبة وين عندي هنا؟ هذه الطرمبة. شوف هذا الكويل عندي الطرمبة، بس خلينا أثبت الصورة كويس عشان تشوفوا. تمام. هذه الطرمبة عندي، هذه الطرمبة. ما أعرف الكاميرا ما تظبط معي. طيب هذه الطرمبة، هذه الطرمبة اللي هو هذا بيجي مكتوب عليه بي في 1 وبي في 2، يعني الاثنين هذول ممكن اشتغل عليهم. انا حاشتغل على ايش؟ حاشتغل على هذا اللي هنا اللي هو رقم كم. هطلع فوق على طول، حاشوف الرقم هنا، حلقى الرقم مكتوب كم عليه. الرقم مكتوب عليه هو 5. هذه هنا رقم 5. ما اعرف الكاميرا ما تظبط معي. هنا هذا رقم 5، هوصل في رقم 5. تمام. هوصل في رقم 5، هذا 5 وهذا 4. هوصل في 5 أو 4، لكن أوصل في 5 هذا أحسن لي. أوصل في 5، أوصل وأرجع لك. كده تمام. كده وصلنا الخط حق الكويل حق الطرمبة اللي هو هذا الخط. هذا الخط واحد وصلناه في 5، والثاني وصلناه في الكهرباء اللي جايه من هنا. طبعا الكهرباء عندك هنا لو في الشرح قبل نسينا حاجة، هذه الكهرباء قلنا شبكناها مع الأزرق تعطيك 1 و2، هذه 3 مسامير، 1 2 في الأوائل هذول كهرباء. حطينا منهم الطرمبة وحطينا منهم الموتور، والحين حنحط منهم كمان الترانس، وحطينا منهم الترانس، والآن هذه الطرمبة، هذا سلاك حق الطرمبة. كده وصلنا الترانس ووصلنا الطرمبة ووصلنا الموتور. باقي لنا حاجة واحدة نوصلها اللي هي حتكون في 10 وفي 11 اللي هي السنسر أو العين السحرية. هذه هي بتكون دائما في 10 و11، 10 و11 الآخر، 10 وال12، في 11 وال12، 11 و12 اللي هي نشوف هنا في الخريطة. نشوف هنا في الخريطة اللي هي هذه هي اللي تحت هنا، هذه هي 11 آخر شيء، 11 و12 اللي هو هذا السنسر، 11 و12،
لا برضو فوق 11 و 12. نوصل ونرجع لكم. طيب تمام، وصلنا دحين العين السحرية اللي هي في 11 و 12 اللي هو هذا السنسر. انا طبعا ثبته في المنطقة هذه هنا، ثبت المنطقة هذه هنا، هيركب معي في المنطقة اللي هنا. هذا هو. خلاص كده كده انا كده انتهيت من الخريطة حقتي اللي عندي كلها، نفذتها، غيرت الكنترول. الان اقدر اركب الكنترول حقي مباشرة على طول. يصير بدل ما كان شغال الحراق الريلو شغال على الكنترول هذا، انا بدلته وشغلته على الكنترول هذا. وممكن تاني مرة برضو ارجع اشغله مرة تانية اذا مثلا المنطقة ما عندي فيها كنترول ريلو، لانه دايما نادر وممتاز وخراب وما سهل، لكن بس الناس هذا متوفر، هذا متوفر. فالان بالطريقة هذه احنا وصلنا كل شيء. اتمنى ان يكون الدرس عجبكم، اتمنى ان يكون استفدتوا منه. اي حد عنده حراق نفس التوصيلات هذه اللي موجودة وصلنا عليها. الان لو ما الوقت ضيق والزمن كان حطيت لكم على الكهرباء وشغلت لكم، لكن ان شاء الله اوعدكم المرة الجاية حشغل لكم على الكهرباء، لكن بالطريقة هذه كل شيء ممتاز، كل شيء جيد. السلام عليكم ورحمة الله.